Hello. I'm Nana. Don't forget to subscribe and like my video. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أختكم نينا جيمر. اليوم جاية نلعب معاكم ألغاز. زي ما قلت لكم إنه راح ننوع كثير في القناة عشان ما حد يطفش، لأنه في ناس ما تحب الألعاب وفي ناس ما تحب الرياكشن وفي ناس يحبون يفكرون يسوون نفسهم أذكياء، فقلت أنزل لهم أشياء زي كذا. لا تنسون تدعموني بلايك وتشتركون في القناة وتنشرون المقطع لكل أصدقائكم، وانتم ماشيين فعلوا التنبيهات كمان. 3 ألغاز غامضة مخصصة والله للأذكياء فقط. احلف. الجزء طيب الثامن. يلا هل أنت مستعد؟ لا بس يلا. هيا بنا. اللغز الأول. يلا هات، أنا ذكية. أهلا بكم مجددا يا أصدقائي. أيوة أهلا فيك. لخص، هات الزبدة. اليوم جئت لكم بهذا اللغز السهل. أيوة إيش هو؟ وريني، أنا ذكية أحل في يوم كل شيء. من الأيام وجدت الشرطة سوسن يا حرام، مقتولة في حديقة منزلها. كانت مسكينة قامت سوسن. الشرطة بالتحقيق مع صديقات سوسن الثلاثة، طيب أو ريما صحباتها. وفاتن وسلوى. قالت ريما: أنا كنت نائمة في المنزل. أيوة. قالت فاتن: أنا كنت أتناول طعام الفطور. كانت تفطر. قالت سلوى: أنا كنت أرسم في منزلي. طيب من الذي قتل سوسن؟ من الذي قتل سوسن؟ نسيت اسمائهم. اللي قتل سوسن والله أعلم إنه اللي قتل سوسن هي شت. ممكن الشقرة، ممكن، ما أدري ما كنت مركزة مرة تماما معاها، بس أتوقع الشقرة. أنتم قولوا إيش تتوقعوا؟ أيوة. هل عرفت؟ يعني مو مرة. أوه صح. ما شاء الله، سبحان الله. والله جبتها كذا وطلعت صح. انظر إلى العلامات الخاصة بالرسم على ثياب سوسن نفس لون الطلاء. والله ما طلعت فيها كذا، جبتها من عقلي وطلعت صح. صحيحة اضغط على زر اللايك. ايوه ابلع لايك. اللغز الثاني. يلا وريني اللغز الثاني. والله اني ذكية يا جماعة. اخذ اول حرف من كل شيء. طيب ميم. ايش اللي ميم؟ قصدي كاف. هذه ايش يسمونها اللي في الوسط؟ هذه اللي تحمل موية الحارة وسكر. ميم سين، واللي في النص هذه ايش؟ غلاية. بريق. اوكي انا اسفة، انا غبية في الاشياء ذي ترى مرة. قال غلاية. قال من منهم الفتاة الغبية؟ بغيت اقول انا. طيب لحظة، مين الغبية؟ ايوه عرفت الغبية. اوكي بسكت عشان انتم تجاوبون، اديكم وقت. شفت كيف انا احبكم؟ كأني عرفت مين الغبية. اذا قربنا راح اقول لكم. اذا بقيت 5 ثواني راح اقول الغبية ام الليمون. عشان ايش دخل حليب وليمون مع بعض؟ احس يا رب ما نجيب العيد يا رب. ايوه كنت عارفة. بي الغبية ايش دخل ليمون وحليب؟ ايش اللي ليمون وحليب؟ لأن ايوه صح، ستقوم بخلط الليمون والحليب. يا هبلة. سنعود بعد قليل. يلا بسرعة واخروا عن طريقي، تأخرت. زوجي ينتظرني حبيبي. ايش قاعدين تسوون؟ يلا تحركوا. سنة. أخيرا شرفت. أنا مع الأميرة.
هلا بالزين. معليش تأخرت، طاح الفيمتو على فستاني وقعدت انظفه. خلاص فكوا فستاني وجع، ما تشوفوني وصلت. يلا هش هش هش. وش اسوي بالورد المعفن؟ هي انت خذها وقطه بزباله، فاهم؟ يلا بدينا. والله شكلك طالع موز وريحتك فيمتو. اقول انطم يا ابو كرشه. سؤال أخير، إيش هي أكلتك المفضلة يا الأمير هاري؟ كراعين ومفطح لحم. هل تطبخين الكراعين والمفطحة يا ميغان؟ لا ما اعرف. هذا الزواج باطل، يلا انقلعوا. وشو؟ عدنا. كان هنالك 4 إخوة، طيب أخوين وأختين لوحدهم في الحديقة. ايوه بعدين. الأخ الأول يقرأ كتاب، ما شاء الله مثقف زيي. ايوه. الأخ الثاني يشرب القهوة، الأخت الثالثة تلعب التنس. اخصش العائلة ذي. طيب وش درهم مش كانت تسوي؟ كانت في الحديقة تطارد العصافير. ايش درهم مش كانت تسوي؟ كانت دقيقة بالله. كانت تقطع تفاح من الشجرة يمكن، وكانت تطارد الأرانب في الحديقة. ما أدري إيش دراني. هات تلعب تنس مع الأخت. يا حيوان ما فكرت كذا يا الله. اللغز الثاني. اوكي دحين اوريك سأنتقم. خذ اول حرف من كل شيء. سين نون جيم داء. ايش؟ ما فهمت. ما معايا ورقة وقلم، اقسم بالله ما معايا ورقة وقلم، لخبطت. ايش اسوي؟ سنجاب صح؟ سنجاب يا رب. يس سنجاب. بخص والله اني ذكية. لا احد يكلمني لو سمحتوا، انا اذكى شيء في الحياة. حليته بدون ورقة وقلم، يعني شوفوا الذكاء الرباني متأصل في شخصيتي وروحي. أي باب هو الآمن للخروج؟ هات خليني نشوف أي باب. وريني. وجد سامح نفسه محجوز في هذه الغرفة. وريني طيب، خليني أشوف الغرفة لا يكثر. وأمامه 3 أبواب للهروب من الغرفة. طيب عليك أن تساعد سامح في اختيار الباب حبيبي طيب اخلص عشان أشوف. هرجك كثير مرة. درينا إنه في بيبان. إيش الباب الآمن؟ إيش دراني كلها تتشابه. الأول يوجد فيه له دب، شت مستحيل تطلع منه. طيب الثاني إيش فيه له؟ ذئب. واو، دب وذيب. طيب والثالث؟ أو شت. أوكي، يعني كلها حيوانات مفترسة، ما في حيوان أليف. طيب لو جبت بسة في الوسط. طيب راح أديكم وقت تفكروا. طبعا أنا جات الإجابة في راسي، بس بديكم وقت عشان مو حلو بس أنا اللي حل. أباكم أنتوا تحلوا معايا وتقولوا لي إيش حليتوا إيش ما حليتوا. أنا من كل المجموع هذا طلع لي بس واحد غلط، الباقي كله ألين دحين يعني صح. أوكي، أنا أقول رقم 2 لأنه الذيب أصغر من اللبوة وأصغر من الدب. أنا أقول ما أدري. يب صح،
شفتوا أنا ذكية، يا ربي ذكاء فيا متأصل. أيوة ذئب صغير لا يؤذي بشكل كبير، صح. أديتك لايك، خلاص اسكت، طفشتني. اللغز الرابع. اللغز الرابع، يلا وريني. وجد صالح سيارته عالقة تحت الجسر. أوف. أيوة. واو على الرسم، صراحة محترف. ساعد صالح لكي يعبر بسيارته من تحت الجسر. يرجع ريوس. لازم أخليه يعبر، يمشي على قدام. مش أسوي له؟ ما أدري، ما أعرف، ما عرفت. بكل أفرغ العجلات من الهواء. واو سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. واو على الذكاء اللي فيك، تستهبل على أمي أنت. إلى هنا تكون نهاية الحلقة. أتمنى إنه الحلقة عجبتكم. إذا عجبتكم لا تنسون اللايك والتعليق والاشتراك والنشر. كانت معكم نينا جيمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.